الحسن المرقسي للمالتي ميديا. طبعا بركة كبيرة وبيباركنا كل سنة بيجيلنا. هو بيحب الكنيسة ومن سنين كتيرة بيجيلنا. قدس أبونا بشوي جورج كاهن كنيسة ماري جرجس من شيخ الصدر، وأبونا بشوي كان صديق شخصي لقدس أبونا بطرس الأمس المتنيح، فإحنا بنشوف فيه ريحة أبونا بطرس ونتذكر أيام أبونا بطرس كأنه وسطينا. ربنا يدوم كهنوته ويعيش ويجينا. والموضوع مهم جدا، عايز الرضا وعايز الشكر وسلام البيت، لا بالفلوس ولا بأي حاجة، لكن سلام البيت بالرضا والشكر. ففي سفر الأمثال الموضوع اللي يكلمنا عنه قدس أبونا، لقمة يابسة ومعها سلام خير من بيت مليان ذبايح وفي خصام. مش بالأكل والشرب، السلام ده ليه تمن تاني. لقمة يابسة ومعها سلام خير من بيت مليان ذبائح وفي خصام. طب عايزين بقى هدوء، الأولاد يقعدوا ساكتين. شايف الكشافة؟ الأولاد بيلعبوا في النص واحنا مكتفين ايدينا كده واحنا واقفين منظر. البنات واقفة منظرها 4 5 واقفين، اتحركوا، مش عايزين كلام خالص عشان احنا بنسجل والكلمات والعظة دي بتسمعها آلاف من الشعب. خلي الكل يستفيد. بسم الله والابن والروح القدس الإله واحد. تحل علينا نعمته وبركته الآن وكل أوان وإلى ظهر يدور كل آمين. كل سنة وانتم طيبين. وأنا داخل قبل ما أخش في الموضوع سمعت الكورال بيقول رشوا الورد يا صبايا. الترنيمة دي ليها قصة معايا، أحب أحكيها لكم الأول قبل ما نخش في الموضوع، عشان احنا برضك في نهضة الست العذراء السلام نحلها. سنة 89 طبعا الستات كلها اللي قاعدة ما كانتش اتولدت لسه. سنة 89 كنت واخد نعمة الكهنوت من 2 سنين، وسمعت إن الست العذراء السلام نحلها عملت معجزة كبيرة قوي. كانت عبارة عن قلب مفتوح لمدام كانت ساكنة كده ناحية غمرة كده، فرحت أخد بركة المعجزة. فساعتها الست العذراء كانت طالبة إن احنا نعمل لها تمجيد في عيدها. الست العذراء ليها عيد شهري يوم كام؟ 21 من كل شهر. وبالمناسبة لو قلت الملاك ميخائيل ليه عيد شهري يوم 12 من كل شهر، وعيد البشارة يوم 29 من كل شهر. فالست العذراء السلام لحلها طلبت نعمل لها تمجيد في يوم عيدها، يعني 21. فلما رحنا نعمل التمجيد كان بعد الظهر زي دلوقتي. ست بسيطة قديسة راحت الصبحية، كانت مفكرة إن التمجيد الصبح، وجايبة معاها فرع ورد بلدي، هدية للست العذراء. حطاها فوق صورة كانت بتنزل زيت بمناسبة المعجزة.
الفرع البلدي ده اتساب من الصبح لغايه ما رحنا نعمل تمجيد بالليل، كان بدأ ان هو يدبل. واحنا بنعمل التمجيد كان كل اللي واقفين رنمنا مع بعضنا رشوا الورد يا صبايا، رشوا الورد مع الياسمين، رشوا الورد وصلوا معايا العذراء. واحنا بنقول رشوا الورد، كل اللي واقفين شافوا فرع الورد بقى ينقط ميه اللي كان فوق الصوره. كان حاجه جميله جدا، كل اللي واقفين شافوها. فمن يوميها كل تمجيد للست العذراء لازم نقول رش الورد. نقول البيت الاولاني مع بعضنا: رش الورد يا صبايا، ورد مع الياس، رش الورد وصلوا معاه العذراء زمنها جايا. يعيدها عليكم بخير وسلام وبركة العذراء كن معانا. لقمة يابسة معاها سلام. أول ما أبونا مرقس اداني الموضوع افتكرت من 25 سنة تقريبا كنت بوعظ في أسوان في الشارع. على فكرة أيام الصوانات في الشوارع كانت فرصة للتبشير، كل اللي رايح واللي جاي في الشارع سامع وكل الجيران سامعين. ففي مرة كنت بوعظ في أسوان في الشارع، كان صوان كبير قوي. في وسط الكلام ذكرت العبارة بتاعت موضوعنا النهاردة، أمثال 17: لقمة يابسة معاها سلام خير من ذبيحة ومعها الصوم. بعد ما خلصت قام واحد كده من اللي كانوا المعزيين غير مسيحي قال لي: أبونا عاوز أشكرك على الخطبة اللي أنت قلتها، بس بالأكتر أشكرك على عبارة أنت قلتها دخلت جوه دماغي. قلت له: إيه هي العبارة؟ أنا قلت كتير. تقصد أنهي عبارة؟ قال لي: على ما أتذكر قلت لقمة يابسة معاها سلام خير من ذبيحة ومعاها خصام. تقدر يا أبونا الأول تقول لي إيه معنى الكلام ده؟ قلت له: معناه واضح، إن أنا أكلها بملح ولا بدقة بيني وبين إخواتي، بيني وبين أسرتي، ويبقى في سلام، أفضل من لما ناكلها ذبيحة وكباب وكفتة وفي وفي خصام. قال لي: يا أبونا عاوز أقول لك على حاجة، بيني وبين إخواتي مصانع الحداد بسبب الورث. عارف بعد ما سمعت العبارة ديت أنا هعمل إيه؟ هروح أصالح إخواتي وأقول لهم: ده أنا سمعت شيخ النصارى بيقول لقمة يابسة معاها سلام أفضل من ذبيحة ومعاها خصام. ناكلها بدقة مع بعض بس يبقى في في سلام. ففعلا احنا محتاجين بيوتنا يبقى فيها سلام. الكتاب المقدس علمنا أول ما نخش أي بيت نقول: سلام لأهل هذا البيت، فإن كان هناك ابن السلام يحل سلامكم عليه. طب ولما فيش سلام يرجع سلامكم إليكم مرة تانية. فالسلام يجي من خلال
المحبة بيننا وبين بعضنا. عارفين كلمة لقمة يابسة معاها سلام، مين نفذها في حياته؟ قديس حلو قوي كلنا عارفينه، الأنبا بولا أول السواح. كان برضك ليه أخ اسمه بطرس، اختلفوا مع بعضهم على الورث، مع إن دايما بيقولوا لنا يعني كده يا وارث مين يورثك. فحصل خلاف بينه وبين أخوه على الورث. قال نروح لواحد من الناس الكبار قاضي يحكم بينا. وهم ماشيين رايحين للقاضي يحكم بينهم، شافوا نعش محمول على الأكتاف ميت. المشهد ده احنا بنشوفه كتير، بس كم واحد بيتعظ من خلاله؟ أنبا بولا اتعظ، سأل الأول مين اللي جوه النعش ده؟ قالوا له ده من كبار الدولة البلد بتاعتنا، وكان غني جدا. قال لهم يا ترى دلوقتي واخد حاجة معاه؟ قالوا له مش واخد غير ايه؟ أعماله. مش الكتاب قال لنا كده معلوم خرجت من بطن أم عريان وعريان أعود إلى إيه؟ إلى هناك. وقال لنا العبارة الجميلة ماذا يندفع الإنسان لو ربح العالم كله وأخيرا خسر نفسه. فبص لأخوه بطرس قال له يا أخويا أنا متنزلك عن كل شيء، بس أهم حاجة يبقى بيني وبينك إيه؟ السلام. وأنا اخترت الطريق اللي هروح أتعبد فيه. طب يا أنبا بولا ما فكرتش تاكل إيه ولا تشرب إيه؟ أصل الكتاب بيقول لقمة يابسة معاها سلام. هروح وربنا اللي هيرزقني. بقى ربنا يرزقه كل يوم بالغراب، يجيب له نص رغيف عيش وشوية مية طالعه له من العين اللي موجود في المكان اللي فيه. بس هو كده اشترى حياته واشترى أبديته واشترى السلام بينه وبين أخوه لما عمل الحاجة دي. الموضوع ده فكرني، وكل ما تجيب السيرة أحزن على الأخ اللي أنا هجيب سيرته دلوقتي. على فكرة أصل دايما مواضيعنا تمس الواقع اللي احنا عايشينه. كان في أب كنت أعرفه أول كهنوتي، راجل معلم كبير عنده 7 أولاد أو 8. ربنا مديله، فكر يعمل إيه؟ قال أبني بيت ألم فيه ولادي وأدي كل ولد شقة. طب كويس. جه الراجل بنى وادى كل واحد شقة، وبعد كده ربنا افتكره. هو كان واخد شقة برضك زي ولاده. لما هو ومراته راحوا السماء الشقة ايه؟ فضيت. فكركم ايه اللي حصل؟ الشيطان دخل في الاخوات ال7. مين ياخد شقة ابوه؟ الاكبر قال انا الكبير، انا بحل محل ابويا، انا اللي اخد الشقة. الاصغر قال ابويا كان في يوم من الايام قال لي لما اموت باخد الشقة بقى. غيره قال وغيره قال وغيره قال. الطمع دخل جواه لدرجة لما اختلفوا مع بعضهم يؤسفني ان هم اشتكوا بعض في المحكمة. فلما الموضوع وصل الكنيسة قلت اروح
احاول اعمل حاجه بينهم. صدقوني اول سؤال سالته، ابوكوا لما بنى لكم البيت ده كان هدفه ايه؟ يجمعكم في حب وسلام. لكن اللي انا شايفه لا في حب ولا في سلام. فبدات اخش شقه شقه مع واحد، ان الاقي واحد يتنازل مفيش، لغايه ما وصلت للاكبر، الابن الاكبر. قلت له يا حبيبي انت الاكبر وانت اللي تحل محل ابوك دلوقتي، وبعدين انتوا ناقصكوا ايه؟ ما كل واحد واخد شقه، بيعوا الشقه دي وسموها على بعضكم. قال لي لا 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 لا، هم لو يعرفوا ان انا الكبير يسمعوا كلامي. انا ابني قرب يتجوز، انا عاوز الشقه دي لابني. طب يا ابني ما كل واحد من اخواتك عاوز الشقه دي، مفيش داعي، ده انتوا وصلتوا للمحاكم. انا عاوز اقول لك على حاجه، اوعى تفكر ان احنا عندنا موت. احنا ما عندناش موت. امال احنا عندنا ايه؟ انتقال. نسمع ابونا كده، ليس هو موت لعبيدك يا رب، بل هو انتقال. وروح ابوك حاسه بيكم. هل دي الراحه او التقدمه او البركه اللي بتقدموها لابوكم وهو في السماء؟ حاسس بيكم. ده كفايه قوي لما القاضي ينده عليكم يقول لكم انتوا اخوات. ازاي؟ المهم، فبقول له عشان خاطري اتنازل، اعمل، سوي. قال لي ابونا لو سمحت انا مش هتنازل عن حاجه، واحنا بكره القضيه والقاضي يحكم بينا. يا ابني محدش واخد حاجه معاه، مفيش فايده. قلت له انتوا حرين، احنا عملنا اللي علينا خلاص. انا روحت من هنا. تاني يوم اول ما صحيت قالوا لي يا ابونا فلان تعيش انت. مين فلان؟ الاكبر. ماذا يندفع الانسان لو ربح العالم كله لكن لقمه يابسه معاها سلام؟ الواحد لما بيجي يحصل له اي حاجه ولا يتخض ولا اول نطق بينطقه اخ، مش كده؟ يعني اول حاجه بتفتكرها في وقت الزنقه اخوك، عشان كده بتنادى عليه اخ. فلقمه يابسه ومعاها سلام. الموضوع ده برضك، هل احنا بنبتدي حياتنا الزوجيه بلقمه يابسه معاها سلام؟ سامحوني، دايما البيوت اللي فيها انقسامات زي كده اساس الاختيار مبني على طمع. افكركم بمثل بتاع زمان، جدي وجدك لما كان يجي واحد يختار شريك الحياه كانوا يقولوا مقوله حلوه قوي: دور على الاصيل ونام على الحصير. مش كانوا بيقولوا كده زمان؟ طبعا ولادنا دلوقتي ما يعرفوش يعني ايه الحصير. دور على الاصيل ونام على الحصير. اصل اهم حاجه ان انا اللي اخده يبقى اصيل، ان كان هو او هي. لكن النهارده الواقع، اول ما يجي عريس لبنتك هو عنده شقه ولا لا؟ وان كان عنده شقه كم متر؟ وان كان كم متر في انهي منطقه؟ خلصنا موضوع الشقه. عنده عربيه ولا ما عندوش؟ خلصنا العربيه.
هيجيب العفش، هيجيب ايه؟ ونقعد نخش في. طب فين السؤال الاولاني؟ هو اصيل ولا لا؟ ما بقاش. عشان كده اللي بيدور على الذبيحه والغنى والكلام ده بدون سلام، البيوت دي ما بتعمرش، صدقوني ما بتعمرش. يلي واخد القرد على ماله، قولوا كده. ايوه. فلقمة يابسة ومعاها ايه؟ ومعاها السلام. في العهد القديم كان في 2 ولاد عم، لوط وابراهيم، ابونا ابراهيم. كان في ارض مشتركه بينهم. جه كده يعني عم لوط شويه كده، ابونا ابراهيم كان بيدور على السلام، قال له خد يا لوط، بص على الارض كلها، انا عاوز شرط يبقى بيني وبينك قبل الارض. ايه هو الشرط؟ السلام. عاوز سلام بيني وبينك. الارض دي مش دايما. ايامهم في العهد القديم عندنا شخصيه تعرفنا ان العالم كله باطل الاباطيل، الكل باطل. مين هو؟ سليمان. سليمان الحكيم كان يجمع 3 حاجات مش من السهل حد يجمعهم. كان غني، وكان حكيم، وكان ملك. فكرك بال3 حاجات دول عمل ايه سليمان؟ هو قال عملت ايه يا سليمان؟ قال لك زرعت لنفسي جنات، ورثت لنفسي فراديس، ولن امنع شيء اشتهيته نفسي. طب وفي الاخر يا سليمان قال لك اخيرا وجدت باطل الاباطيل، الكل باطل، وقبض الريح ولا منفعه تحت الشمس. فلوط وابراهيم، ابونا ابراهيم قال له لوط بص للارض كلها، اختار اللي انت عاوزه. ان انت رحت يمين انا هروح شمال، ان انت رحت شمال انا اروح يمين. المهم يبقى فيه ايه؟ سلام بيني وبينك، مش الارض اللي هتخلينا نخسر بعضنا. لوط اختار الارض اللي حليت في عينه. ابونا ابراهيم قال له حلال عليك. ما فكركم بعد الطمع ده؟ الارض دي في الاخر وصلت ايه؟ بقت سدوم وعموره، الا الله ابدها بالنار والكبريت. اصل ماذا يندفع الانسان لو ربح العالم كله واخيرا خسر نفسه؟ في عندي مثل في العهد الجديد بقى، الطمع. حنانيا وسفيرة لما دخلوا للآباء الرسل وباعوا الحق، الأولاني أبي هذا الثمن بعتم الحق؟ قال نعم. الراجل الأول مات، حملوه الناس، دخلت بعديه مراته، أبي هذا الحقل بعتم الثمن بعتم الحق؟ قالت نعم. ماتت هي كمان. ماذا يندفع الإنسان؟ فين السلام اللي بندور عليه؟ ليه دايما فكرنا يبقى مادي؟ ليه؟ فدايما انت تدور على السلام. مثالين بردك قدامي في العهد الجديد، الغني والعاصر. الغني دايما على السفرة بتاعته، المائدة بتاعته، أشكال والوان من الأكل، وأعمال يتنعم في الأكل والشرب، لكن جواه ما كانش فيه سلام، بدليل اللي هنقوله بعد كده. مين اللي كان تحت الترابيزة مستني
الفتات الساقطة لعازر الغلبان. خد بالك لما الاتنين جم بقى يروحوا السماء، قيل عن الغني مات ودفن، وقيل عن لعازر مات وحملته الملائكة. الغني لما طلع ولقى بقى عمل ايه باللي كان بياكله ويشربه تحت على الارض، فكان معذب في لهيب النار. فقال لابونا ابراهيم ارسل لي لعازر يبل شفتي لان انا هنا معذب في لهيب النار. قال له بيننا وبينكم هاوية عظيمة. ده يوريني إن نعمل بالعبارة اللي قالها الكتاب المقدس اعملوا لا للطعام البائد بل للطعام الباقي للحياة الأبدية. لو حبينا نقول التلاميذ كان في وسطهم تلميذ كده مادي، يهوذا. يا يهوذا أبي 30 من الفضة تباع سيدك؟ ليه يا حبيبي ما كنتش تعيش في سلام زي اخواتك التلاميذ؟ الطمع كان نتيجة يهوذا آخرته إيه؟ شنق نفسه. استفاد إيه؟ فصدقوني جميلة أوي العبارة دي عجباني. لقمة يابسة ومعاها سلام. أهم حاجة السلام. هو الابن الضال لما خرج عن طوع أبوه كان الطمع، اشتهى أكل الخنازير ما لقاهوش، بس فاق لنفسه وقال أرجع إلى أبي، عندي استعداد أكلها بدقة معاه بس أكون في بيت أبويا أحسن من اللي أنا فيه دلوقتي. لكن لما رجع لأبوه، أبوه ما هنش عليه، خده بحضنه حماه ولبسه الحلة الجديدة وختم الملك وذبح له العجل المسمن. ليه ده كله؟ أصل ابني هذا كان ميتا فعاش وكان ضلا فوجد. كان في مقولة زمان ما تنشروش بحد، كان في مقولة زمان لأب راهب قديس تعرفوه، اسم أبونا إندراوس الصموئيلي الكفيف. ده ليه مقولة مشهورة تخص حتة لقمة يابسة معاها سلام. لما كان واحد يروح لأبونا إندراوس يحكي له مشكلة، يقول له يا ابني أنا عاوز أقول لك حاجة، يا ريت تحفظوا المقولة دي فيها حكمة. قال له اسمع يا ولدي، طول ما في عيش مخبوز ومية في الكوز وكنيسة مليانة كنوز ما تقعدش الهم. هو ترجم كلمة لقمة يابسة معاها سلام بالمقولة اللي فيها حكمة دي. أقولها تاني، طول ما في عيش مخبوز، مش شرط بقى هتاكل العيش ده بإيه، حتى لو دقة عيش مخبوز، بعد ما بتاكل اللقمة عاوز تبلعها بإيه؟ مية في الكوز أيامه. عارفين الكوز؟ مية في الكوز. كنيسة مليانة كنوز ما تقعدش الهم. والترنيمة الحلوة بتقول ايه؟ ما تقولش الهم وما تخاف، ربنا موجود، ده إلهك
ما تعولش الهم، شيلش الهم، خلي دايما اهم حاجه السلام في البيت. ليه الخصامات وليه النزاعات وليه؟ صدقوني اللقمه ما بتبقاش ليها طعم لو ما فيش سلام ولا محبه في البيت. افكركم بايام جدي وجدك وستي وستك، لما كان بيت العيله، فاكرين يا ستات بيت العيله؟ بيت العيله اللي يجمع الكبير والصغير ياكلوا مع بعضهم في حله واحده، وكان سلام وكان محبه وكان فرح. فين الكلام ده دلوقتي؟ اصل كل واحد عاوز ينفرد بالذبيحه لوحده، ياكلها لوحده. ففين السلام اللي كان موجود؟ الموضوع ده فكرني، انا كنت في فتره كده ماسك حالات الارتداد على مستوى القاهره، دعينا لمؤتمر في نقاده. فالمؤتمر ده كان جامع فئتين من الخدام، فئة المسؤولين عن حالات الارتداد وفئة المسؤولين عن خدمة المسجونين. أنا كان تخصصي حالات الارتداد. خلصت المحاضرات بتاعتي وعملنا الورش العمل والكلام ده اللي بيتعمل في المؤتمرات. جالي كده حب إن أنا أعرف خدمة المسجونين دي بيتعمل فيها إيه. فحضرت محاضرة من ضمن المحاضرات بتاعت خدام المسجونين، طلعت بمعلومتين حلوين قوي. أول معلومة، وقف خادم وقال: تخيلوا بعيد عنكم المسجون يتمنى قصقوصة ورق، قصقوصة ورق تكتب له فيها لو في عيد أو في مناسبة: كل سنة وانت طيب يا حبيبي. بس بالنسبة له دي فاكهة، يعني النعمة اللي احنا فيها. أمال مش حاسين بالنعمة اللي احنا فيها ليه؟ الطمع. ليه ما يبقاش في سلام بينا؟ الطمع والذات. طب دي المعلومة الأولى، يتمنى قصوصة ورقة تقول له كل سنة وانت طيب. عارف معناها ايه؟ ان انت فاكره، يبقى فرحان ان اللي بره حاسس باللي جوه. طب والمعلومة الثانية؟ المعلومة الثانية عبارة عن كان قصة تناسب الموضوع بتاعنا. واحد قال انه قبل ما يخش السجن كان ما كانش عاجبه الدنيا واللي فيها. كان بيقول: ايه الغابة اللي احنا عايشين فيها دي؟ وايه قلة المحبة وقلة السلام اللي موجودة منتشرة في الأسر بتاعتنا والبيوت بتاعتنا. فلما دخل السجن قال: يمكن ده عالم مختلف. يعني ايه؟ ما هو البني ادمين اللي بره هم اللي جوه، ده بني ادم وده بني ادم. قال: لا، بس جايز السجن وعدم الحريه والكلام ده يعمل منهم حاجه. لقى في نوعين من البشر جوه السجن: نوع ايجابي، ده اللي نتمنى ان احنا يبقى في بيوتنا، ونوع سلبي ما نتمناش يبقى في بيوتنا. ايه الموضوع الايجابي؟
ويخص لقمة يابسة معاها سلام. الراجل شاف زنزانتين، زنزانة، الزنزانة الأولانية فيها 30 مسجون. أنا القصة دي سامعها أكتر من 25 سنة وراسخة جوايا. زنزانة فيها 30 مسجون. ساعة الغداء جايبين لهم أذان كبير مليان عدس، ومدين لهم مغرفتين. المغرفة طويلة قوي، وقال لهم اتصرفوا مع بعضكم. انتوا واخدين بالكم؟ زنزان بتاع دوت أذان واحد مليان عدس ومغرفتين ياكلوا منهم 30 مسجون. القصة دي ليها معاني أرجو إنها توصل لكل واحد فينا. الزنزانة اللي هي فيها رمز إيجابي لقى إيه؟ عاملين طريقة حلوة قوي. اتفقوا مع بعضهم كل 2 يقعدوا قدام بعض، الأولاني يغرف ويدي إيه؟ اللي قدامه، واللي قدامه يغرف ويأكل اللي قدامه. شبعوا يقوموا يقعد مكانهم ايه؟ 2 تانيين. فكركم بالنظام الحلو ده شبعوا ولا ما شبعوش؟ شبعوا ومفيش حاجة منهم وقعت على الأرض. اكتفوا كل واحد بالمعلقتين ال3، بس كان بينهم محبة وسلام. دي بقى اللي ينطبق فيها لقمة يابسة معاها سلام. تعال بقى النص الثاني السلبي اللي ما نتمناش يبقى في بيوتنا. كل واحد عاوز يغرف وياكل. ففي الزنزانة الثانية لقى فيها صراع، كل واحد بيخطف المغرفة من اللي قدامه وعاوز هو بس اللي ياكل لوحده. فيمسك المغرفة يحطها في الأذان العدس، هي المغرفة طويلة، على ما يجي يجيبها على بقه يحصل ايه؟ تتدلق. التاني يخطف منه المغرفة، عاوز يلحق ذبيحة، كل واحد عاوز ياكل منها على أكتر من التاني، يخطف منه المغرفة ويغرف، وعلى ما يحط على بقه تقع. بص لقى كل العدس اللي في الأذان ده وقع على إيه؟ في حد استفاد منه؟ ليه؟ لا في محبة ولا في سلام. لا في محبة ولا في سلام. يا خسارة كتير من بيوتنا فيها المغرفتين، كل واحد عاوز يلحق يخطف قبل أخوه عشان ياكل أكتر من أخوه. طب وفين السلام؟ فين؟ يمكن عاوز أختم بقصة تعلمنا إن مش كل حاجة الأكل والشرب. ده حتى الكتاب بيقول لنا عبارة كده: إن كان لنا القوت والكسوة فلنكتفي إيه؟ نكتفي بهما. لكن مين بيكتفي؟ أفتح عليكم قوى السماوات وأصب عليكم الخيرات صبا حتى تقولوا كفانا كفانا. كم واحد بيقول كفانا كفانا؟ قصة
يمكن ما اعرفش حد منكم سمعها مني قبل كده ولا لا، بس مأثرة فيا. كان في راجل كفيف، الراجل ده كان ربنا مديله، وهو كان عدى 60، يعني كان فوق 60 سنة، وما كانش متجوز. برضك كان عنده اخوات كتير، مش فاكر كان عددهم قد ايه، بس كل اخواته متجوزين، وكل واحد عايش في ايه؟ عايش في بيته. الراجل الكفيف ده مش متجوز وعايش لوحده في فيلا طويلة عريضة في مصر الجديدة. أنا رحت زرته. الراجل ده كان سبب معرفتي بيه إيه؟ قدم طلب عندي في المديرية عشان ينكر إيمانه. لما شفته صعب عليا، السن ده وفي الحالة دي وجاي تنكر إيمانك ليه؟ اللي عرفته بعد كده قال لي عندن في اخواتي. مالهم اخواتك؟ قال بدل ما يبقى في سلام بيني وبينهم، وعاوز اقول لك يا ابونا على حاجه، زي ما ربنا مديهم هم كمان، بس الطمع. فكرك يا ابونا بدل ما يسالوا عني ويقولوا لي يا اخويا محتاج حاجه نجيب لك حاجه معانا واحنا جايين، اساسا ما بيجوليش ولا يزوروني. سمعت التليفون فين وفين لو حد فيهم افتكرني. سيبك من ده كله يا ابونا، اللي حز في قلبي ان انا سمعت من اكتر من واحد فيهم امتى تموت عشان نورثك. بيقولوا لمين؟ لاخوهم. امتى تموت عشان نورثك. فالشيطان دخل جواه قال انا عاوز حتى بعد ما اموت ما حدش فيهم ياخد مني حاجه. كان ليا اب اعتراف الله ينيح نفسه، كان يقول لي مقوله حلوه قوي، قال لي اسمع يا ولدي. اقول له نعم يابا. قال لي مال النصراني للعناد، مال النصراني للعناد، مال اليهودي للأولاد، مال مش هكمل بقى للفساد. واخدين بالكم؟ وانزل الواقع تلاقي النصراني اللي هو انا وانت المسيحي يصرف دم قلبه قصاد ايه؟ العند. اليهودي يقعد يحوش ماله، مين هياخده بعديه؟ الاولاد، ماله للاولاد، مال للفساد، يتجوز دي النهارده يطلقها بكره، يتجوز. احكي لكم حكايه بمناسبه عزبه النخل. مره كنت راكب تاكس، ما عادش كنت جاي لكم هنا ولا كنت رايح فين، فسواق التاكس بيقول لي يا ابونا انا عاوز اخد منك حل، هو مسيحي. قلت له حل في ايه؟ قال لي في معايا زبون من عزبه النخل، بس اطمنوا يا ستات مش تبعنا، يعني متجوز 2، واحده جايب لها شقه الناحيه دي بتقولوا عليها يا ابونا الشرق ولا الغربيه، وواحده متجوزها ناحيه الايه؟ الشرقيه، برضك عزبه النخل، وحاطط العقود الجواز
مديها امانه لسواق التاكس. وسواق التاكس ايه دوره؟ يوميا يجي يوصل له من الغربيه للشرقيه، ومن الشرقيه للغربيه، ولا الشرقيه عارفه ولا الغربيه عارفه. فقال لي انا اللي عارف ومداري عليه، بس طبعا يا ابونا هو بيديني اجرتي، انا مالي، كل يوم على هذا الحال. بس انا السؤال اللي تعب ضميري، عقود الجواز اللي شايلها عندي، حتى فتح الدرج بتاع ده في العربيه، قال لي ادي عقود الجواز بتوع الاثنين، الشرق والغرب. انا بقى اكون متحمل خطيه؟ قلت له وانت اللي متجوز؟ انت مالك انت؟ شغل وهو لحاله. فمال النصراني للعناد، مال اليهودي للاولاد ما فساد. نرجع للعناد. قصتنا الراجل الكفيف العند دخل جواه، يعمل ايه العند؟ قال انا دخلت خلاص في دماغي وركبت في دماغي ان انا هحرم اخواتي حتى بعد ما اموت. مش هم مستنيين لما اموت؟ انا حتى بعد ما اموت مش هيورثوا مني حاجه. عند. وعندي اصرف دم قلبي بس ما يورثوش مني قرش. بصراحه حقه لغايه دلوقتي كده، بس يا خساره الفكر اللي راح. فكره راح فين؟ فكره راح كان عنده شغاله هي اللي بتخدمه. الشغاله دي مش مسيحيه وفي نفس الوقت مش مصريه، تقريبا كان جايبها من السودان. لما رحت ازوره جالي حب استطلاع اشوف مين الشغاله دي المحظوظه بنت المحظوظه دي. فبعد ما زورني المكان قال لي نقعد نشرب حاجه. انا رحت له عشان اراجعه عن فكره. لما قدم طلب اجلته اسبوعين على اساس نشوف نحل مشكلته. خلال الاسبوعين رحت زرته، فكان عندي حب استطلاع اشوف الشغاله دي. صدقوني هو يعني عشان كفيف مش شايف. انا كمان قال لي تقعد بقى نشرب حاجه، قلت له ماشي واجب عليك. قعدنا وتقريبا يعني بعت لها ان تعمل لنا حاجه. دخلت ماسكه الصينيه، لولا انها فتحت بقها وقالت لي اتفضل يا ابونا، انا ما كنت اقول له هي فين الشغاله. انا ما شفتهاش من السواد اللي ارشد عنها اسنانها لما فتحت بقها. طبعا يا عيني انا ما قدرتش اقول له حاجه. فبعدين لما حطت الشاي وخرجت بقول له يا راجل، ما جبتهاش بقى من ناحيه الشكل لانه مش شايف. قلت له يا راجل السيد المسيح يتباع عشان واحده؟ قال لي لا مش عشان واحده، انا حكيت لك القصه، انا مش عاوز احرم اخواتي. قلت له طب ما في اكتر من طريقه يا عم، اوهب كل اموالك للكنيسه ولا الدير ولا الملجأ بعد ما تموت، لكن اللي انت بتعمله ده انت تخسر ابديتك. قال لي لا يا ابونا المسيح جوه قلبي. تعال اثبت لك ان المسيح جوه قلبي. قلت له ما نضحكش على بعضنا. قلت له جوه قلبك، جوه مش عارف ايه، انت رايح تعمل ايه؟ انت رايح تنكره، والكتاب واضح، من انكرني قدام الناس انكره قدام ملائكه ابي الذي في السماوات. فما تخدعش نفسك.
ومع هذا كنت عاوز توريني ايه؟ عامل كده الفيلا واسعه، عامل اوضه مخصصه للصلاه، حاطط فيها ايقونات وشموع. انا وقفت اصلي في المخدع ده غصب عني بكيت. منين الحاجه الجميله ديت اللي تخليك تعيشك في السماء، ومنين جاي تنكر مسيحك عشان حاجه زي كده؟ فصعب عليا، بس بقيت مش عارف الغلط عند مين. هو طبعا انت بالعذر ايها الانسان، بس ليه يا اخوات؟ ليه لا بتسالوا عنه، ولا عارفين انه هو بياكل ولا ما بياكلش، ولا تعبان ولا سليم، وكمان مستنيين؟ يا خساره، واقع حياتنا في كتير من بيوتنا كده. يا خساره، فين السلام؟ صدقوني عاوزين نخرج النهارده حتى لو هناكلها بدقه. اوعى تخسر اخوك، اوعى تخسر ابوك ولا امك، اوعى تخسر اولادك. احرص احرص ان دايما يكون في سلام. ابونا الكاهن في كل صلاه اول ما بيبتدي الصلاه يطمن على السلام، يقول ايه؟ اريني باصي السلام لجميعكم. كلنا بنقول ايه؟ ولروحك ايضا. هل فعلا بيوتنا فيها سلام؟ لو فيها سلام ينطبق عليها بيوت صلاه، بيوت طهاره، بيوت بركه. انعم بها يا رب علينا وعلى عبيدك الاتين. كل سنه وحضراتكم طيبين. يدي السلام لبيوتكم ويعمر بيوتكم ويفرحكم بولادكم، وشفاعة العذراء كل معانا يعيد عليكم الأيام بخير وسلام. لإلهنا كل المجد الدائم من الآن وإلى الأبد أمين. يحاللنا أبونا معلش بيت واحد، أصلا أنا بحب العذراء قوي. أمنا يا عذراء يا أم المسيح يلي فيك دايما بيهدي. أمنا يا عذراء يا أم يلي فيك دايما بيحلو المدين. قلوبنا بتحبك حب ملوش مثيل، عايزين نفضل جنبك ونقول تراتيل. قلوبنا حب ملوش مثيل، عايزين نفضل ونقول تراتيل. أم العذراء يا أم المسيح يلي فيك دايما بيحلو الماء، بتسد احتياجاتنا وتفيدي كمان، وتسعد تدينا الأمان. بتسد احتياجاتنا وتفيدي كمان، وتسعد حياتنا تدينا الأمان. أم العذراء يا أم المسيح بيحلو المليل. يا جمال مشاعرك حب حنان رعاية، يا هلال بأمومتك يا فخر البحر. يا جمال مشاعرك حب حنان رعاية، يا هلال بأمومتك يا فخر البرايا.
يا أم المسيح يلي فيك دايما فرحتي قلوبنا لما شفنا نورك يلا يا عمرو اللي ده وحشنا زورك فرحتي قلوبنا لما شفنا نورك يلا يا عمرو اللي ده وحشنا زورك أمنا يا عمرو يا أم المسيح يلي فيك دايما كل سنة وانتم طيبين.